اليوم كنشوف في المرايا حتى كيبانوا ليا واحد الشيبات طالعين ليا في شعري، قلت اجي بلاتي انا خصني نوض نوجد شي صباغه، وانا اصلا شحال ما بقيت درت شي صباغه يعني جديده بمكونات جدادين باش نشاركها معكم. دائما كنبقى نحط غير ديك الصباغه اللي انا كندير دائما كنبقى نحطها معكم، ولكن دابا هذا الجديد البنات شي حاجه اللي هي روعه، مغذيه للشعر، مرطبه للشعر، وكتعطيه لون بني رائع وكتغطي الشيب. هذه كنقولها لكم بتجربتي الخاصه. المهم خديت كاسرولة درت فيها أوراق البصل الأحمر، ضفت عليهم قشور الرمان المجففين البنات. دابا الوقيته ديالته خذوه ملي تكملوا تاكلوا منه القشور ديالو احتفظوا بهم جفوهم وخلوهم عندكم. ضفت كذلك ومثال اليانسون النجمي، من درت تقريبا واحد 3 حبات حتى ل4 حبات. ضفت ملعقة كبيرة من الشاي الأسود. ضفت كذلك ومثال ملعقة من القهوة المطحونة البنات، القهوة العربية ديالتنا بدون أي مكونات إضافية، غير القهوة فقط. وديت يعني ضفت عليهم الماء وديتها فوق النار، طبخات واحد المدة ديال ربع ساعة حتى طلقوا هذوك المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان. البنات حنايا هنا في هذه الصبغه هذه راه غادي نضرب معكم بزاف العصافير بحجر واحد، يعني غادي نغدو الشعر، غادي نرطبوه، غادي نعطوه لون روعه روعه البنات. كيبان البنات فواحد، كيبان في الشعر بواحد الطريقه يعني غزال بزاف بزاف، وكيغطي الشيب البنات من اول استعمال كيغطي الشيب. دابا نرجعوا نكملوا باقي المكونات. بعد ما صفيت داك المحلول كنضيف ملعقه من القهوه اللي درت في الاول، كنعاود نضيفها عاوتاني. كذلك ومثال ملعقتين كبيرتين من الكاكاو المر اللي فيه نسبة عالية من الكاكاو. ملعقة كبيرة ممتلئة أو ملعقة ونصف من المايزينا اللي هي النشا الذرة. غنحرك المكونات مزيان مع بعضياتهم بحال هكا حتى يندمجوا. ما تكثروش البنات يعني يعني النشا بزاف، لان مازال غادي ندوه فوق النار، يعني باش ما يجيكمش يعني متكتل بزاف او يجيكم خاتر بزاف. صافي كنعاود عاوتاني نقلب دوك المكونات اولا هذا المحلول كنديرو في كاسرونه، كنديوهم فوق النار واحد المده ديال دقيقه اولا جوج حتى كيرجع ليا داك يعني هذا المحلول هذا على شكل كريمه، يعني كيولي كريمي كيف ما كتشوفوه في الفيديو. شوفوا ما شاء الله، عرفتوا راه البنات واحد الصبغه هذه راه ما يمكنش المفعول ديالها على الشعر كيفاش غيبان. دابا البنات غادي نتبعوا معايا لانني غنضيف بعض المكونات اللي هما حصريين، ولكن راه روعه في اللون ديالهم. راه جربوا البنات ما غتندموش نهائيا على هاد الصباغه، عطوها لامهاتكم، ديروها نتوما، ديروها لوليداتكم الصغار. روعه بزاف، كتعطي واحد اللون بني شوكولاتي غزال غزال وكتغطي الشيب البنات. يعني كنقولها لكم راه ربي كيشهد على كلامي انها كتغطي الشيب. دابا غادي نبداو في باقي المكونات. هاد المكون اللي كتشوفوا البنات الصلصه ديال الصويا، الصلصه ديال الصوجا البنات اللي كتعطي حتى هي واحد اللون روعه. اللي باقي ما عمرو جربها يجرب الصلصه ديال الصويا، راها خطيره في اللون البني. درت ملعقتين كبيرتين، كذلك ومثال ضفت ملعقتين كبيرتين ممتلئتين يعني مزيان من خل التفاح. وهذا يعني هذا الزيت اللي كتشوفوا ولا هذا المكون اللي كتشوفوا دابا راه زيت القرنفل، يعني زيت المسمار، درت منه كذلك ومثال تقريبا واحد نصف ملعقه او لا ملعقه صغيره يعني منه. وصافي غنحرك هاد المكونات مزيان مزيان. البنات اللي ما عندهاش الخل ديال التفاح بامكانها تستعمل الحامض، يعني تاخذ غير العصير ديالو، ولو ان في هذه الوصفه هذه كنفضل انها تكون بالخل. هادو هما المكونات البنات، بدون حناء بدون اكسجين بدون حتى شي حاجه. اللي بغات تضيف ملعقه ديال الحنه ديرها. انا عشاق الحنه، يعني انا ضروري الحنه، كنحماق على الحنه. يعني في هاد الصبغه هذه ما درتهاش لاني بغيت واحد اللون يكون شوكولاتي محض محض، يعني ما فيش شي حاجه من غير اللون الشوكولاتي. وشوفوا البنات النتيجه اللي في البلاصه في البلاصه. شوفوا ما شاء الله اللون كيفاش كيبان غير في يديا، يعني شوفوا اللون ما شاء الله كيفاش كيبان. غير يعني كنديرها وكنمسحها، يعني ماشي خليتها دقيقه ولا خليتها جوج، لا غير كنحركها بيدي وكنرجع نحيدها. طبيعه الحال البنات غديروها المده ديال اكثر من ساعتين في الشعر ديالكم، يا ريت الشعر ديالكم يكون نقي. ديروها وخلوها واحد المده يعني اطول مده. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتبان، ومن بعد غسلوها غير بالماء. وشوفوا الروعه ديال اللون. مع السلامه ودوزوا بخير.